مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: العثور على قارب مسروق من نادي اليخوت الملكي. قبل ما نبداو في تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشاركوا في القناة باش توصلوا بكل جديد قناة أخبار المغرب اليوم. وإليكم التفاصيل. تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة من العثور على قارب ترفيهي بميناء طنجة المدينة، تبين أنه مسروق من جبل طارق منذ حوالي 5 أيام. وذكرت مصادرنا أن المصالح الأمنية بطنجة كانت قد توصلت ببلاغ عن سرقة القارب من نادي اليخوت الملكي بجبل طارق، قبل أن تقود التحقيقات إلى العثور عليه راسيا بميناء طنجة المدينة. وكان القارب قد شوهد بعد لحظات من سرقته متوجها صوب ميناء سبت المحتلة، حيث أبلغ صاحبه الحرس المدني بهذه المعلومة، منبها إلى إمكانية استغلاله في نشاط إجرامي قبل ضبطه بميناء طنجة. كان معكم مذيع قناة أخبار المغرب اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه.